سامي الطاهري الأمين العام مساعد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم الاتحاد عمل تجمع ومسيرة، تجمع ومسيرة تعبير عن الاحتجاج والغضب على انتهاك الحق النقابي، انتهاك الحريات، على تضييق العمل النقابي، على الاعتداءات اللي تقع واخرها الاعتداء على مقر المنظمة يوم 7 أوت من قبل أنصار الرئيس ودون أي محاسبة ودون أي مراقبة. جينا أيضا نحتج على وقف التفاوض وعلى عدم التجاوب مع طلبات العمال في الزياده في الاجور وفي التفاوض من اجل تحسين مقدرتهم الشرائيه اللي تدهورت في كاكثر ما يمكن من التدهور في هذه الفتره. اذا هو يوم غضب ويوم احتجاج، وطبيعه الحال كان في كنف السلميه والتنظم، وجات اصدقاء المنظمه من جمعيات واحزاب ومنظمات ومن نقابيين. نقولوا انه الرساله بلغناها. طبعا ننتظر التجاوب، اذا ما ثمش تجاوب عندنا قرار منذ المجلس الوطني في 7 و8 و9 سبتمبر 24 قرر انه اذا بقى غلق باب التفاوض الى على ما هو عليه، واذا تواصل ضرب الحريات النقابيه والحقوق فان مضطرين للاضراب العام. أنا توفيق ذهبي، كاتب عام نقابة مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. اليوم نشارك كهيكل نقابي في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة ردا على محاولات بعض المجموعات استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل بشعارات في الواقع ما ترقاش للحظة التاريخية اللي تعيشها بلادنا، شعارات غريبة على الفضاء الديمقراطي في البلاد من نوع حل الاتحاد إلى غير ذلك. اليوم الوقفة الاحتجاجية هي احتجاج ولكنها دعوة ملحة للحوار. بلادنا تستحق الحوار، بلادنا تدار بالحوار، خاصة الحوار الاجتماعي اللي يجنب الصدام ما بين أطراف الإنتاج. هذا الأهم شيء. الحوار الاجتماعي، الحقوق النقابية باعتبارها جزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وباعتبارها مرتبطة بالحقوق السياسية والمدنية، حق التنظم والحق التظاهر وحرية التعبير، هذه مسائل أساسية الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع عليها منذ التأسيس، منذ النشأة، مضمنة في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي. من بين مهام الاتحاد هو الدفاع على فضاء عام تعددي في حريات عامة وفردية. هذا علاش شاركنا في الوقفة الاحتجاجية اللي تقييمي لها هي وقفة ناجحة، هي دعوة ملحة لحوار جدي وحقيقي يمكن بلادنا من تحقيق الاستقرار المطلوب واللي هو شرط رئيسي من شروط نموها. ختاما دعوة إلى الحوار. أولا عودة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص، في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام، تطبيق الاتفاقيات، تكريس الحق النقابي على أرض الواقع، التراجع عن الإجراءات اللي من شأنها أن تضيق على العمل النقابي. هذه مسائل أساسية سيدافع عنها كل النقابيات والنقابيين وكل أنصار الحرية والديمقراطية. أهلا، أنا محمد كيلاني، أحد وجوه اليسارية معناها القديمة. أنا مازلت شادة ثنية، أنا مازلت في الشارع. الغالب كنا نتصوروا لكونه يعني الشارع حتى كان باش نظروا فيه أنه يكون متاع حوايج أخرى، مش معناه متاع الاحتجاج على الأساسيات. اليوم قلت له هبطنا راهو معناه جاء نتيجة محاولة الاعتداء على الاتحاد من ناس قراب معنا من السلطة أو هي تابعة ل 25 جويلية بصورة عامة، وجاية تحب تضغط على الاتحاد باش يتراجع معناه على المواقف نتاعو، باش زاد كذلك ما يطالبش بالحقوق نتاعو. الاتحاد هو وقت اللي معناه تحرك، راهو تحرك على معناه إضراب عمال النقل. عمال النقل يطالبوا بحقوقهم، كيف ما راهو العديد من القطاعات الأخرى كانت زاد كذلك وعندها مشاريع نتاع تحركات بالنسبة للمستقبل تطالب بحقوقها. معناها اليوم المكتب التنفيذي هو بيده المركزية النقابية هي في حاجة إلى التحرك، لأن المفاوضات الاجتماعية تسكرت أمامها. يعني
معناها سلطة الإشراف أو سلطة الدولة اللي تتصرف كيف ما هكا، تسكر في بيبان على كل معناها الجمعيات أو المنظمات أو المجتمع الوسيط، معناها باش معناها تسكر أمامه إمكانيات الحوار. شنو معناها في الآخر؟ معناها أن وكأنها معناها تريد النزال في أي وقت، تحب تحارب الناس كلها في نفس الوقت، وهذا غير منطقي وغير معقول. ما نجحت سلطة في تونس معناها جابهت معناها الاتحاد العام التونسي للشغل، ما نجحت في تونس سلطة قاومت كل القوى معناها الديمقراطية والوطنية وحطتها معناها أمام المحك. ما نجحت سلطة في تونس معناها قاومت المجتمع المدني وسكرت أمامه بيبان الحوار وإمكانيات التفاهم، معناها كلهم في الآخر انتهوا إلى فشل ومشاوا على أرواحهم. أولادي نستعاذوا من التاريخ، الناس اللي موجودين معنا في الحبوسات اليوم، الناس اللي حقوقها مهضومة، الناس اللي معناها تحب تطلق حوار وطني باش تنجم تعالج مشاكل تونس. تونس راهو لن يحكمها فرد مهما كانت الجبروت نتاعو ومهما كانت القوة نتاعها. تونس راهي متعددة ولا تحكم إلا كان بالتعدد، إلا كان بالرأي والرأي المخالف، إلا كان بالتفاهم بين معناه مختلف كل القوى، ما هواش العكس. وراهو بالنسبة للمستقبل راهي ستضطر المركزية النقابية معناه راهي إلى خطوات أخرى بالسيف تصعيدية، تحب ولا تكره، راهي على خاطر معناها وراها مطالب نتاع خدامة، وراها مطالب نتاع قطاعات. راهي إذا كان ما تلبيهاش وما تمشيش في ثنية معناها العمل من أجلها، راهو مش ترسي مواجهات خطيرة. في كلمة الختام انه الشعب التونسي، انا مش نقول لك راهو بالنسبه للشعب التونسي راهو ما عنده كان ثانيه واحده الا كان يدافع على حقه، ما ثمش معناه. وراهو يفهم حاجه بركه، يفهم حاجه بركه، ماذا حق وراءه طالب، يطالبوا بحقوقهم الماديه والمعنويه ويدافعوا على ارواحهم ويدافعوا على كرامتهم وضد معناه الحبوسات نتاع الناس ومن اجل اطلاق الحريات. هذا ايش ثم عايش.